بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة الفيديو الجديد عبارة عن الفيوتك الطاير. كان الطلب مني كتير بتصوير أوضح، أنا حبيت أوضحه لكم على قد ما نقدر. ديت خارجة الكهرباء اللي ناس كتير سألتني عليها. دي أول حاجة الأدوات المستخدمة معانا، ديت أعواد الفيوتك، ودوت المنشار، ده قلم رصاص، الشاكوش، ده المسمار ال3 سنتي الصلب اللي بنثبت بيه، وديت الباغة أو بتاعة المعجون، ودوت القطر، المتر، وديت اسفنجة جواها مية، دي مية، ده المسمار، وده المعجون معانا. احنا هنا عندنا 3 طرق ان احنا ناخد علامة القص. اول واحدة ان انا هحط العود كده كأن انا مش هحطه طاير، واعمل خط كده وخط كده، واجي على الجنب التاني نفس العلامة واخد خط كده وخط كده. هنا هيبتدي يبقى في نقطة تقابل اهي، عامل زوم عليها. حاضر. اهي بانت كده. باينة. ماشي، ارجع من الزوم. تمام. دي أول طريقة، دي أول طريقة. تاني طريقة إن أنا أحط العود بتاعي كده بالنص، العود بتاعي كده في النص بالظبط، وابتدي أعمل خط كده وخط كده، خط كده وخط كده، وابتدي أجيب المتر بتاعي وأقيس هنا إن هنا كام. انا فاتح خلي بالك الفيديوهات. ماشي، مفيش مشكلة، كل ده أنا بقص. دي تاني طريقة. وفي بقى إن أنا أقيس هنا واحط العلامة على ال7، واجي العكس واحط العلامة على ال7، وابتدي اعلم كله. انا هنا هختار طريقة العلام دي اللي فوق وهشتغل عليها، وبعد كده انا بمسح ده عادي لان ده قلم رصاص. انما انت لو مش عايز تبهدل الحاجة انا فهمتك ال3 طرق بتاعت البيوتك. بيبقى له طرفين، طرف من ده وطرف من ده. ده اللي بيبقى على الحيطة، ده اللي بيبقى تحت، ده اللي بيبقى لفوق، ده اللي بيبقى تحت. ظاهر كده؟ كده ظاهر؟ بنبدأ بقى التركيب والطريقة. أنا هنا باخد خطين العلام زي وضحتهم لكم في الأول. أنا هشتغل بالطريقة ديت. هي بالنسبة لي كل الطرق ولله الحمد بشتغل بيها، بس أنا حبيت إن هي تبقى واضحة ليكوا أكتر وهتبقى أسهل وأفيد ليكوا. هنا أنت بتاخد الخطين وبتاخد نقطة العلام اللي هي نقطة التلاقي اللي أنت شايفها ديت، دي اللي بتاخد منها نقطة العلام. بتبتدي تعلم على الجنب الشمال والجنب اليمين من النقطة ديت، وهوضحها لكم دلوقتي وهتشوفوها دلوقتي قدامكم. هنا انت بتاخد، انا خدت الجنب اليمين وهبتدي اخد جنبها الجنب الشمال، بعمل عليهم علامة. العلامة دي هي بتبقى بداية القص بتاعي، ببتدي اقص بيها وبنزل بيها على الزاوية. هنا انا بوضحه لك اهو، ادي العلامة اهوت، دي اللي على الشمال، وادي العلامة اهوت اللي على اليمين. اهم حاجة ان انت لازم تاخد العلامين اللي هيتقابلوا مع بعض. دي طريقة القص، بحط على العلام بالظبط وببتدي اروح للزاوية وابتدي اميل ايدي بزاوية 45 وابتدي اقطع. دي اللي كانت اللي على الشمال، هجيب اللي على اليمين وابتدي اقطعها برضو. هتبقى بنفس الطريقة. بص اهو، هجيبها على العلام واقف على الزاوية بالظبط وابتدي اميل ايدي 45 وابتدي اقطع. هنا الفيوتك الطاير بتمعجن من تحت بس، مش بتمعجن من فوق ومن تحت. هنا انا عشان يطلع معايا مظبوط خدت من السقف لتحت قيمة 10 سنتي، وهاخد من الجنب التاني
نفس قيمة العلام. أنا خدت 10 سنتي، الفيوتك اللي معايا كان 9 سنتي. أنا بعمل حساب الميلة وبعمل حساب العود اللي معايا. انت بامكانك تحطه وتشوف المستوى اللي انت عايزه كويس وتعمل خط وتبتدي ان انت تاخد المقياس دوت وتاخد نفس المقياس من الجنب التاني. وبعد كده باخد شرينك علام. هنا انا باخد خيط علامة اهوت. هبتدي اخد خيط العلام عشان ابتدي كل السقف معايا يبقى زي ميلة واحدة. هيبقى عشان النور لما بيطلع كويس. هبتدي انا كده ظبطت وهبتدي اخد خط العلام. هنا انا هبتدي احط المعجون بتاعي على عود الفيوتك عشان ابتدي شغلي ونتوكل على الله. هنا في الفيوتك الطاير زي ما قلت لك ان انا بمعجن من تحت بس. يعني ايه من تحت بس؟ يعني الجنب اللي هيبقى لفوق مش هتحط عليه معجون خالص، هيبقى عادي. هنا انا بملى وبس. انت بتزود معجون كويس من تحت على اساس ان هو يكون معاك متماسك ويكون قوي. هنا بتبتدي توزع المعجون بتاعك كله على الحتة اللي تحت. هنا انا هوزع المعجون على العود كله وهبتدي اطلع على اساس ان انا هفرده. هنا انا بوريك طريقة الفرد بتاعت المعجون. بتاخد من الجالون او الكيلو بتاعك. واهم حاجة في المعجون هنا ان المعجون ده يكون تقيل، ما يكونش سايح. في المعجون الفيوتك بيبقى فيه معجون زي ما يكون سايح كده زي الغيرة. هو بيبقى قوي بس ما بينفعش معانا في الفيوتك الطاير لانه بيسيل ومش بيبقى كويس وما بيخليش العود يتظبط معانا. انما دوت بيبقى قوي فبيمسكوا شوية معانا. هنا انا معجنت خلاص اهوت وهبتدي اطلع اخده على خيط العلام اللي انا عامله. هبتدي اظبطه على خيط العلام. احط الزاوية بتاعتي في الزاوية هناك وابتدي اظبطه على خيط العلام وابتدي اعمل زاوية الميلان اللي انا محتاجها. هنا بيفضل ان انت يكون في واحد بيساعدك او تشتغل لوحدك. انا هنا ممكن اشتغل لوحدي وهنا ممكن واحد يساعدني. هنا انا بظبطها اهو على خيط العلام وهبتدي اثبته بالمسمار. انا ببتدي المسمار من النص وبعد كده ببتدي على الطرفين وبعد كده بكمل بقية المسامير. هنا بقى لما بكون في حتة تكملة انا بحط العود على الحيطة وببتدي اخد العلام من فوق ومن تحت. من فوق ومن تحت على العود اللي جنبيه وانزل تحت وابتدي اقص المكان اللي انا علمته دوت بالظبط. بيطلع معايا مظبوطه. انت بامكانك تعلمها بالقلم رصاص او بامكانك تعلمها بالقطر على طول. تجيب القطر وتقطعها حته على طول من دوت على ده وتبتدي تركبها هتلاقيها مظبوطه معاك. وبتبتدي تاخد العلامات بتاعتك زي ما احنا اتفقنا على طول. يعني ان كنت بقى عايز تعملها على السقف هتعملها، ان كنت عايز تعملها 7 سنتي هتعملها، ان كنت هتاخد المقياس على طول هتقدر تاخد المقياس على طول. انا هنا قطعت الزاوية وهبتدي اركب بقى الاعواد كلها بنفس الطريقة. هتقص كله وهتشتغل كله بنفس الطريقة. هتعمل العلام من على 10 سنتي او على المقياس اللي انت عايزه كنزول وتبتدي تثبته وتعمل العلام بتاعك في الاربع اتجاهات وتشتغل عليهم. هنا انا خلاص اهو ثبت ودوت اللحام اهوت ببينهولك. اهم حاجة تبتدي تلم المعجون من تحت وتقفل تحت كويس. انا هبينها لك في العود اللي بعديه كويس جدا عشان ده بيبقى له فايدة معاك وفي نفس الوقت بتبقى انت زودت في المعجون بتاعك. بتبقى انت هو العود كله ممسوك بالمعجون بتاعك. هنا انا بمعجن الفاصل وبحط معجون ما بين العود والعود من الظهر برضو. بس مش هو دوت يعني اللي هيمسك. لا، في اخر الفيديو انا هقول لك تقدر تعمل ايه عشان تخلي الفيوتك معاك يبقى ماسك كويس جدا. هنا انا معايا سفنجة وببتدي انفض بنضف العود عشان هنا احنا ما بنبقاش عليه حمل. يعني ما بنحملش عليه قوي. بيبقى العود يدوب على قد ان هو بيدهن وعلى قد ان هو ايه يتصنفر يتمعجن. هنا بص دي الحتت اللي بقولك عليها. ما تسيبش الفراغ ده. الفراغ دوت كله ملاه معجون. ده بيبقى فروقات في الحيطة مش فروقات في القص. ده فروقات في الحيطة. بتبقى الحيطة عندك مموجة او كده انت املى كل الفروقات ديت معجون وابتدي لمه بالطريقة اللي انت شايفها ديت. دي حاجة من الحاجات المهمة اللي انت لازم تعملها. لازم العود كامل معجنه من تحت كده بمعجونة الفيوتك
قبل ما تقفل عليه بالمعجونة بتاعت شغل النقاشة، إن كان هتقفله ممتاز أو سفيتو أو دايتون أو كريليك زي ما أنت هتحب هتقفل عليه كشغل نقاشة يعني. بس هو بيفضل إن أنت تقفل عليه بالممتاز، لأن هو الممتاز برضو بيسنده بيقويه وبيخليه أقوى برضو. لكن احنا برضو هنعمل له تقويات، وهقول لك أنواع التقويات. هنا انا بنضف، وهنا ديت انا بوريك نقطة اللحام. لو نقطة اللحام معاك بتهوي منك تقدر تحط لها مسمار بالطريقة دي. وبرضه في اخر الفيديو هوريك ازاي تقدر تثبت المسمار بالطريقة دي. بتجيبه من الجنب وبتحطه كده وبتدخل الاتنين في بعض. هنا انا هبتدي خلاص بقى ان انا اعلق كل الاعواد داير ما يدور على نفس المستوى وعلى نفس الخط، وهبتدي ان انا اثبتها كلها واوريك الفيديو. وهنا قصة العمود تقدر تشوف ليها فيديوهات كتير عندي، تقدر تتفرج عليها براحتك وتقدر تشوفها. هي سهلة ما فيهاش حاجة، كل ما هنالك ان انت بتعكس القصة، بدل ما هي لبره لا بتبقى، بدل ما هي بتقص لبره بتبقى لجوه. وهتشوفها وهتقدر تستفاد منها. والله القناة عليها فيديوهات كتير هتعجبك، ان كان عن تركيب الفيوتيك او عن نقاشة او عن الجبسون بورد وفيها او الديكورات كمان. وان شاء الله نكون بنفيدكم ولو بالقليل. والله انا حبيت ان انا اصور لكم الفيديو دوت، وربنا هو اللي اعلم ان هو اخرني جدا بسبب التصوير، بس انا قلت برضو لعل وعسى حد يستفاد بيها ويجعلها ربنا في ميزان حسناتنا، او يجعل حد يرزق منها. هنا انا اهوت بوريك اخر عود اهو انا بركبه الوصلة، وبوريك طريقته اهوت في التثبيت، وبوريك كل حاجة يعني ما جريتش حاجة. انا كل ما هنالك كل حاجة وضحتها لك بصورة مبسطة. ولو محتاج اي حاجة تعرفها او محتاج اي حاجة تتعلمها تقدر تكلمني في الكومنتات وانا هرد عليك بسرعة، يعني مش هتأخر عليك بإذن الله، ومش هبخل على حد بأي معلومة. هنا هو دي اللي انا بقول لك عليها، ازاي تثبت المسمار في الجنبين. انا الاول هلم المعجون من تحت وهمعجن الفرق قبل ما اركب المسمار عشان تبقى سهلة معايا. هنا انا اهوت قفلت اهوت على تحت، وهبتدي اعلق المسمار بتاعي. هنا اهو بجيب مسمار، بامكانك تعمل بالمسمار الصلب 3 سنتي او تجيب مسمار اللي هو زي الشيشة المسمار الرفيع، وتبتدي تحطه بزاوية وتبتدي تمسك العودين في بعض. انا بعمل كده في كل التلاقي بتاعهم، يعني كل عود بيقابل عود بعمل كده بمسكه عشان يجمدوا مع بعض. هنا انا بوريك اهوت. هنا بقى اهم حاجه مرحله التثبيت الاخيره. انت بامكانك تثبت بجبس وتحط في الفروقات ديت كلها جبس وتملاها جبس. ممكن جبس وممكن شعر، وتعمل جبس سايح وتحط جواها الشعر بتاع الجبس البلدي وتقوي بيه، او بامكانك تدق المسمار للاخر وتسيبه للاخر. ظبط معاك برضه هيمسك معاك كويس وهتبقى الدنيا تمام. ديت كل حاجة انت محتاج تعرفها. لو في اي حاجة كلمني وانا هرد عليك ان شاء الله، ومش هبخل عليك بأي معلومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.